السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم احمد امين، وده الفيديو ال15 من سلسلة ال HTML، واللي احنا نقدر نقول فيها انه فعلا هانت بجد يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مش كودينج قوي، او مش هيحتاج مننا ان احنا نفهم مثلا سينتاكس، نفهم طريقة كتابة، نفهم اي حاجة من دي. ولكن هنحتاج ان احنا نفهم ليه ده لازم يكون موجود. واحنا اوريدي اتكلمنا عن الموضوع ده في الفيديوهات القديمة او الفيديوهات اللي فاتت. بس خلينا نقول ونوضح اكتر ان النهارده التوبيك اللي احنا هنتكلم عنها accessibility. الاكسسبيليتي دي بكل اختصار احنا ممكن نقول ليها مقال وروا يا جماعه وخدوا بالكم من الحاجات اللي هو هيذكرها في المقال ومش عارف ايه وبتاع، ولكن لا، احنا عايزين نعرف ايه هي الاكسسبيليتي، ليه مهمه الاكسسبيليتي، وازاي نقدر نطبقها. خلاص، اولا ايه هي الاكسسبيليتي؟ الاكسسبيليتي دي طريقه وصولك او طريقه وصول المتصفح او السكرين ريدرز الويب سايت بتاعك، ويقدر يكون قادر ان هو يقدر ما شاء الله يقدر يكون قادر ان هو يديتكت كل حاجه جوه الويب سايت بتاعك او الويب بيج بتاعتك. طيب ازاي؟ يعني ايه الموضوع؟ يعني انا دلوقتي لا قدر الله عندي ديسابيلتي. خلاص، ربنا يعفو عن الجميع ويعافي الجميع يا رب. فبالتالي بستخدم سكرين ريدر ليه؟ علشان انا عندي ديسابيليتي، علشان اقدر ان انا اشوف الويب سايت ده بيقول ايه وبيتكلم عن ايه ويقصد ايه وعايز يعمل ايه والكلام ده كله. خلاص. طيب، فالسكرين ريدر بتاعي بكل اختصار بيجي يروح ماشي لاين باي لاين على كل الحاجات او كل الكومبوننتس او كل التاجات اللي موجوده بالفعل جوه الويب سايت بتاعي. يعني بيمشي على تاج تاج. بيمشي على تاج تاج. خلاص. طيب، انا مش هقدر ان انا اوريكم حاجه زي كده دلوقتي بصراحه، ولكن خلينا نشوفها من الانسبكت تول. الانسبكت احنا عندنا حاجه اسمها لايت هاوس. لايت هاوس ده بيقيس performance، بيقيس accessibility، بيقيس best practices، بيقيس الاس اي او. طبعا احنا ممكن نتشيك اي حاجه من دول، وممكن نعلم عليهم تاني كلهم، بحيث ان هو ايه، لما اقول له انالايز البيج بتاعتي، فهو يقدر يقول لي كل حاجه المفروض ناقصها ايه. فاحنا مثلا ممكن ندوس دلوقتي ونشوف الصفحه دي اللي معموله دلوقتي دي ناقصها ايه. من خلال ايه؟ من خلال اللايت هاوس اللي موجود في الانسبكت تول او في الديف تول. وبنعلم على الكاتيجوريز دي ان هو ايه، احنا محتاجين ان هو يعمل واحد اتنين تلاته اربعه. خلاص. احنا عندنا دلوقتي هو بيقول ان البرفورمانس بتاعك 100%، كله على الظبط، تمام كده، ما مش ناقصه حاجه والدنيا لذيذه. الاكسبيليتي بتاعتك قال لك 93%. البيست براكتسيز قال لك 96. الاس اي او اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا ان ده مهم جدا 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 برضو زي الاكسبيليتي بالظبط، 100%. طيب يبقى احنا ناقصنا ايه؟ ان احنا ناقصنا نعدل على الاكسبيليتي. هو هنا بيقول لنا ايه بقى في الايرورز؟ احنا بنبص على الحاجه اللي بتيجي توضح لنا اللي هو ايه اللي ناقصنا بالظبط. معنى الكلام ان هو بيقول لك ايه يا معلم، انت عندك الانبوتس والزراير بتاعتك وكل الكلام الجميل اللي هو اصلا موضحه لك هنا اهو. بيقول لك الكلام ده مفيش سبيسنج، الريدر مش هيقدر يتعامل. وحتى وقت اللمس نفسه، يعني وقت ما تيجي تحط، يعني تيجي بتلمسه بصبعك ولا هكذا، ممكن ايدك تفلت وتيجي في الحاجات في الانبوت التاني او الزرار التاني. فايه الحل؟ ان انت تتعامل ان انت تبعدهم عن بعض. طبعا الحوار ده بالسي اس اس، بس خلينا مثلا نجرب ان احنا ايه نعالج القصه دي. هنعالجها ازاي؟ هنعالجها ان احنا نروح نغير الكود بتاعنا. خلاص. هنروح رايحين على السكاشن اللي هو اتكلم فيها دي، اللي هي مثلا الانكر تاجز دي اللي هو برودكتس وكونكت اس، تمام، ونصلحها. تمام، احنا كده غيرناهم، والمفروض ان احنا هنسيف ونروح نبص. خلاص اتغيروا اهو، الشكل بعد والدنيا لذيذه والزراير بعدت. خلينا نعمل ريفرش، وخلينا نروح مسحين النتيجه دي ونعمل انالايز تاني. ماشي، خلينا نبص على الاكسبيليتي. قال لك نفس الايرور. طيب دلوقتي فين؟ دلوقتي في الانبوتس، نفس الايرور، اللي هو برضو انت عندك دلوقتي مشكله في التباعد ما بين الانبوتس وبعضها. طيب نحلها ازاي دلوقتي؟ نحلها برضو بالستايلنج. هيبقى ستايلنج غشيم قوي، بس خلينا نجرب. تمام، احنا كده المفروض ان احنا غيرنا الستايلز بتاعتها كلاميا كده، واحنا طبعا مش مهتمين بالسي اس اس خالص في الموضوع بتاعنا ده، بس مهتمين بالفاينل ريزلت.
وعايزين نشوف الاكسبيليتي فعلا هتتغير ولا لا. طيب هنمسح ده ونعمل انالايز تالت. تمام، قال لك يا معلم الاكسبيليتي بتاعتك دلوقتي 100% وانت زي الفل وحاجة اخر دلع. طيب احنا عندنا دلوقتي البيست براكتسيز، احنا قلنا ان هو ده من ضمن الحاجات اللي المفروض تبص لها برضو بصراحة، ان انت ازاي تهندل كل الكود بتاعك وازاي تخليه في البيست براكتس. اللي هو ايه البيست براكتس؟ الترجمة الحرفية اللي هي احسن كيس او احسن حالة من التكويد والشكل المنسق والكود النظيف اللي تقدر توصل بيها اجمد مرحلة، يعني اروش حاجة ممكن توصله. هو ده البيست براكتس، انك ازاي توظف الحاجة في مكانها الصح. تمام. طيب هو هنا الايرور بيقول لك ايه؟ الايرور بيقول لك ان انت مستخدم الصورة دي وانت عامل ليها ايه بقى، مديها ستايل مخليها تحسها ممطوطة مش باينة، في مشكلة في الصورة. ممكن نحل الموضوع ده بايه؟ بان احنا نروح رايحين قايلين والله لا ما تتحددش الهايت ده ب 100 بكسل ونقول له ان هو اوتو. خلاص لو عملنا كده وعملنا سيف ورحنا عملنا انالايز للمرة الرابعة، معلش يا جماعة انا طولت في الحوار ده بس علشان يعني نحل المشاكل مع بعض. كده انا وصلت 100% وعمال يطلع لي شوية حاجات كده، فهو بيقول لي ايه؟ انت كده عظميته وانت كده مفيش منك اتنين وانت كده يا لهوي جامد موت. طيب خلينا نتكلم بقى عن حاجة مهمة جدا. احنا دلوقتي انا لو جيت في اي موقع مثلا، لو جيت في اي موقع حرفيا فتحت يا عمي ال W3 schools مثلا، خلاص ورحنا رايحين على الموقع الاساسي كده وقلت له تعالى يا معلم، ورحت مستخدم بقى ايه؟ مستخدم اللي هو التاب اللي موجوده في الكيبورد. فضلت اتاب 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 اتاب، واخدين بالكم ان هو بيتنقل ما بين ايه وايه وايه وايه؟ لو فضلت اضغط الى ما لا نهايه هيفضل يتنقل هيفضل يتنقل هيفضل يتنقل وهكذا وهكذا وهكذا. طيب الحوار ده هم واصلين له ازاي؟ الحوار ده هم واصلين له من خلال ان هم بيحاولوا يخلوا التاب بتتنقل ما بين الزراير المهمه. يعني انا دلوقتي لو استخدمت التاب ادي اول زرار اتحدد، تاني زرار اتحدد ده، تالت زرار اتحدد، رابع انبوت، خامس انبوت، الزرار الاخير وهكذا. فانت الاكسسبيليتي مهمتها او طريقه تحقيقها في حاجتين: ان انت تخلي اليوزر العادي اللي هو من غير disabilities يقدر يستخدم الويب سايت بتاعك من غير ماوس، من الاخر خلاص. طيب ولليوزر اللي عنده disability ربنا يعافيه، يقدر سواء بقى حاجة في النظر، سواء ان هو مثلا عنده الوان مثلا ما بيقدرش يحددها وهكذا، يقدر ان هو يتعامل بالسكرين ريدر ويقدر يقول له اه والله ده انت دلوقتي في انكر تاج والانكر تاج بتاعتك دي بتعمل كذا، اه والله ده انت في صورة دلوقتي والصورة دي الالترناتيف بتاعها او الالت بتاعها بيوصفها من خلال ايه؟ ان هي بلاك وايرلس، بلاك وايرلس لا مؤاخذة يا جماعة، بلاك وايرلس هيدفونز اهي. فده من اهم الحاجات ان انت توصف الحاجة بتاعتك. طيب عندنا بقى عايزين نوصف اي حاجة تانية، ما هو الالت ده خاص بالايمج خلاص. لا في حاجة بقى اسمها ايه؟ اسمها الاريا اتريبيوتس. دي انت لو عرفت توظفها في المكان الصح في الرول الصح زي ما هو كاتب كده، هو بيقول لك الرولز بتاعتها وبتاع، في الكيس الصح انت كده مية مية وانت مفيش منك اتنين. دي في اتريبيوت اسمه رول، وممكن ندي مثلا لعندنا الانبوت ده اقسم بالله عادي جدا، يعني انت ممكن تروح رايح للدفاية دي يا عم كلها على بعضها كده وتقول له رول خلاص، وتقول له الرول بتاعتك ايه يا اسطى؟ انت الرول بتاعتك باتون، يعني انت وظيفتك باتون خلاص. ممكن بقى تيجي تقول له والله ده انت وقت ما تيجي ينضغط عليك اعمل كذا، وقت مش عارف ايه كذا. طب ليه يا اسطى؟ ليه تدي ديف رول باتون؟ هو انت ما عندكش بطن؟ انت عندك بطن اهو، انت عندك ده، انت عندك الامور ده فما تستخدمه. انت فاهم؟ فالاكسسبيليتي تاني ان انت تستخدم كل حاجه معبره عن بعضها، اللي هو اللي زي ما احنا قلنا السيماتيك اليمنتس او السيمانتك اليمنتس. الاليمنتس دي مهمه في ايه؟ مهمه في ان البراوزر بتاعك يقدر يعمل لها ديتكشن ويقدر يقراها ويقدر يبينها لليوزر اللي عنده ديسابيليتي ويقدر يتنقل ما بينها بكل سلاسه خلاص. وتستخدم الالترناتيفز للصور، وتستخدم الاريا في مكانها الصح،
الاتريبيوتس بتاعت اريا في مكانها الصح وفي التوظيف بتاعها الصح، وتستخدم البيست براكتسيز علشان تقدر تطلع بكود كلين. فل عليكم، فل عليكم، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، وباذن الله باذن الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. سلام عليكم.